قمة ملعب الفوسفات، الملعب أعج بآلاف المحبين. الناديان معا من أفضل فرق البطولة هذا العام، وأولمبيك خريبكا بدون خطأ حتى الآن ويستحق الصدارة نظرا لقيمة عطائه. أما المغرب التطواني ظاهرة الموسم بدوره أعطى للمقدمة قيمة إضافية وأذكى حماسا لا نظير له لدى عاشقيه. في مباراة القمة هاته بين قائد القافلة والمطارد ماذا بوسعنا أن ننتظر؟ طبعا مباراة مفتوحة على كل شيء، والتنافس عنوان أبرز يحتل موقعه في هذا اللقاء. الدفاع التطواني كان في كل مرة يكسر ويلغي حملات خطيرة لأولمبيك خريبكا، وقد دق الأولمبيك في مرات متكررة باحثا عن هدف السابق. أما تطوان فانتظرت فرصة الإجهاز والضربة المفاجئة وبلغت مسعاها، حيث وصلت إلى مرمى أولمبيك خريبكا في أفضل محاولة. اللاعب المنصفي يباغت حارس أولمبيك خريبكا. هدف لم يكن ليربك حسابات الأولمبيك الذي لم يتأخر كثيرا وسارع الزمن ليعيد التوازن إلى اللقاء. هدف التعادل وقعه المدافع هشام المحذوفي بطريقة لم تسمح للحارس الشاذلي بضبط إيقاع التفكير. انكمش الفريق التطواني في خطوط الدفاع تاركا زمام الحملات الهجومية للفريق المحلي الذي بقيت شهيته مفتوحة لهدف ثان يزرع الاطمئنان في سفينة الفريق. بالإصرار والتحكم في مجرى اللعب عاد أولمبيك خريبكا ليختم بهدف الانتصار. الهدف أنجزه محمد مردادي في الدقيقة 29. فوز أبناء الفوسفات له حمولة ثقيلة، البقاء في الصدارة بل الابتعاد عن المنافسين، والمعنى أن خريبكا تمضي بحكمة مطلقة نحو شق أبواب البطولة.